السلام عليكم مشتركاتي الغاليات واللي يشوفوا فيا اول مره، نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم جيتكم بوصفه بوراك الاعراس بنه عالميه. هنايا عندي حبه بصل صغيره، قطعوها بهذا الشكل مربعات صغيره، يعني ما ترحوهاش، قطعوها بهذا الشكل. راح نضيف معها كميه من اللحم المفروم كما تقدروا ديروا الدجاج مرحي. هنايا نقليهم هكذا شويه، تقليو قبل البصل تقليوه شويه في الزيت، ومن بعد نضيفوا اللحم مفروم ولا الدجاج مرحي. هنايا راح نضيف معاهم شويه ملح، كزبر مرحي، ونضيفوا شويه كمون، ونضيفوا الثوم. راح نخلط هذه المكونات ونقليهم حتى ينشفوا كامل من الماء. شوفوا هنا عندنا كميه من الماء، خلوهم يتقلاو حتى ينشفوا كامل من الماء. نزيد معاهم كزبر مقطع، وهنايا كما راكم تشوفوا راهم نشفوا كامل من هذاك الماء. خلوهم بجهه يبردوا. هنا عندي حبه بطاطا صغيره مع كميه من الجبن، راح نخلطهم مع بعض بهذه الطريقه. هنايا البطاطا راح تخلي لنا البوراك ما يشربلناش الزيت بزاف، يعني ما راحش يكون مزيت بزاف، وراح يعني تعطينا كميه زاكيه. ما تكثروش البطاطا، ديروا حبه صغيره وخلطوها مع الجبن، راح يعطينا نكهه جميله. وهنا راح نضيف معهم فلفل الكحل والملح، يعني لازم نتبلوهم باش تكون بنينه. راح نضيف الكميه تاع اللحم مرحي ولا الدجاج كما حبيتو. هذا البوراك راح يجيكم بنين يهبل، يعني جربوه ورجعوا لي بالخبر، حطوا لي في التعليقات. هنايا راح نشكل البوراك تاعي، نضيف له كميه من الجبن، نحب الجبن يكون باين فيه، ونشكلوه بهذه الطريقه. راح نوريلكم ثاني كيفاش نقليو البوراك باش يجينا كامل محمر على جهه، يعني يكون محمر كيف كيف. انا نشكل كامل الحبات تاعي. هنا بالنسبه للزيت ما ديروش كميه كبيره، يعني يكون فايض، ديروا بهذه الطريقه، يعني يكونوا شويه برك، يعني النصف، ما يكونوش عايمين في الزيت. هنا بعد ما نحط الحبات تاعي راح نبدا نحركهم بهذه الطريقه باش يتحمروا لي من كل الجهات، يعني تقعدوا تقلبوا فيهم هكذا بهذه الطريقه وتبعدوهم على بعضهم باش يحمروا لكم مليح من كل الجوانب ويجوكم مقرمشين. شوفوا الطريقه تاع القلي كيما هكذا راح يجيكم البوراك تاعكم، راح يجيكم محمر وراح يجيكم مقرمش. شوفوا كيفاش راهو يحمر، يعني على حبه ما شاء الله. تقلبوه بهذه الطريقه، وهنا نتحصلوا على هذا البوراك يجي مقرمش رائع، يعني بوراك هايل. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتستفادوا. ما تنسونيش بالاشتراك واللايك.